الاسلام، احنا المسلمين كلنا. اجتاحت الشارع السوري في الآونة الأخيرة آراء كثيرة ترفض أفعال داعش لينفجر هذا الغضب ويكون سببا في اتحاد أغلب الفصائل العسكرية في وجه هذا التنظيم، خصوصا بعد عمليات اغتيال واختطاف وإعدامات قام بها التنظيم في جميع المناطق التي تمت السيطرة عليها من قبل الجيش الحر. كاميرا العربية تجولت على عدة حواجز نشرها الجيش الحر على جميع المداخل في البلدات الخاضعة لسيطرته حتى البعيدة عن خطوط التماس مع جيش النظام لحماية القاطنين فيها. واقفين على الطرقات مفارق سراقيب لنحمي المدني حتى ما نخليهم يتعرضوا لأي سيارات مفخخة، ونحميهم بإذن الله، قادرين نحميهم من سيارات داعش اللي ما خلت قرية إلا دخلت لها سيارة مفخخة. عشرات الحواجز على مدار الساعة تنتشر في المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة السورية في محاولة لوقف عمليات الاغتيال والاختطاف والهجمات بالسيارات المفخخة، والتي نشرت الذعر بين الأهالي خصوصا في الآونة الأخيرة بعدما قام الحر بطرد داعش من معظم ريف إدلب. الحمد لله رب العالمين، الشباب المجاهدين قاموا بدور عمل عظيم جدا بتنظيم الحواجز لحفاظا على حياة المدنيين من أي عمل إرهابي من أي جهة كانت. تحد جديد يواجهه مقاتلو المعارضة السورية في إدلب وريفها، عمليات اختطاف لقادة في الجيش الحر وناشطين، فضلا عن قيام داعش بتنفيذ عدة تفجيرات في المناطق التي كانت تحت سيطرتها وباتت الآن تحت سيطرة الجيش الحر. بات التوتر يسيطر على الشارع السوري وسط مخاوف من عودة داعش وممارسة الإرهاب والقمع على السوريين من جديد.